نصايح في الشغل اتمنيت حد قالها لي قبل ما اقع فيها بارت 4. 1. اسمع كتير، كلامك يبقى قليل جدا وفي حدود الحاجة. لو سمعت كتير هتفهم ازاي تتعامل مع اللي حواليك. 2. خلي دايما ليك بصمة مختلفة كده، سنس محفور في الأذهان قبل العيون. هفهمك، انت دلوقتي شغال مع 3-4 من زمايلك in the same department، تمام؟ حاول بقى يبقى نظامك في الشغل ده مختلف، عندك تطشاية لمسة مختلفة. خليك دايما مختلف في كل حاجة وأي حاجة. انك مثلا تسلم شغلك في مواعيده وقبل مواعيده كمان، انك تسلم شغلك مظبوط على الشعر، بس في شغلك بس اللي مطلوب منك، تعالى في مواعيدك مظبوطة، اظهر شغلك، مش بس انك قاعد بتشتغل، لا اظهر شغلك الفعلي. 3. زمايلك في الشغل خاصة same department هم زمايل عمل فقط، هيضيفولك وتضيف لهم ويكونوا كمان زمايل شرب القهوة، بس ما يكونوش زمايل حكاوي، يعني ما تتصاحبش عليهم وتحكي لهم قصة حياتك وكفاحك، فهمني طبعا. أسوأ حاجة بعد ال HR السيء هم زمايل العمل اللي ممكن يودوك في داهية. 4. ما تاخدش أي نقد أو كلام حتى لو موجه ليك بشكل شخصي، وده لأنك ببساطة عارف انت مين وعلى ايه، فحاول تتباد وما تشخصنش الأمور، وخاصة مع الناس التوكسيك المستفزة اللي في الشغل. 5. عارفة ان النقطة دي انت هتقف عندها، بس بليز استوعبها عشان انا جايلك من جوه من المطبخ. مديرك فاهم عنك، انجح منك، وعدى بكتير قبل ما يشوف وشك. طب لو الكلام ده غلط، معلش تعالى على نفسك وحسسه دايما انه القائد وانك بتتعلم منه. لو عملت كده صدقني هتريحه وتريح نفسك من الصرم واللك الكتير. واخر حاجة كده، حاول دايما جامل اي حد مهما كان مين، جامله. المجاملة بتفتح لك سكك كتير. وبس كده، دول شوية نصايح اتمنى تستفيدوا منها. ولو الموضوع مطول معاكم وحبيتوا تسمعوا اكتر، مش قدامكم غير ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات part 5.